بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا حبايبي كويسين؟ يا رب يكونوا بخير وسعادة وهنا وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. يلا كده خلينا نشوفوا حالنا وطالعة. نشكركم متشكرين وشكرا على الكلام وعلى الصدق وعلى اللي قلتوه بالصراحة. شكرا يا حبايبي. وأنا الحاجة مش من عندي، وهي قاعدة معاكم في التعليقات وعارفين كل حاجة، وأنا مش طالعة جايبة اسم حد. أنا قايلين لي قولي، مش يعني حاجة من عندي، ومش هنقول أسامي حد، لا طبعا، بس عاوزين ايه؟ الكلام المفيد. وطبعا الواحد يعني واحد مش زي 10، 10 مش زي 5. لا طبعا في فرق كبير، ومش ممكن كله هيكون غلط وفرد واحد انه هو صح. بس احنا نعدلوا له ايه؟ عقله شوية. ماشي ماشي. الحمد لله، الحمد لله على اللي قلتوه، الحمد لله على اللي ايه، على اللي هي سمعته وهم سمعوه، والحمد لله. انتوا قلت اللي عليكم، الحمد لله. بس يا حبايبي مفيش لازم للي دخلت وقالت انت مالك في الحاجات دي. واحنا ايه ذنبنا ان نسمعه؟ انت حبيبتي مش عاوزة تسمع، ما كنتش اصلا دخلت ولا سمعتي، كنت طلعتي من الاول. ماشي. وهي عاوزة رأي المتابعين، وشايفة الكلام النظيف والناس اللي قلوبها نظيفة والكلام الحلو اللي هتقوله. عاوزة ليه؟ عشان كانت في قبليها موضوع مطروح وطرح وكل قال رأيه، فهي مقهورة على أمرها وقالت وعرفت الرد من الكل. ماشي. عاوزة تقعدي تنورينا وتشرفينا، ما عجبكش وفر كلمتك والسحبي. يعني مش هنتكلم أكتر من كده. إيه لازمة الكلام اللي هتقوليه؟ لو مش هي عارفاني أنا محل ثقة والناس اللي معايا نظيفة وتشرف وتقول كلمة الحق، ما كانش تدخل تقول الكلام ده. وهي قاعدة في مطرحها وسامعة. هي انت تعرفيها مين؟ انت تعرفيها مين؟ يعني ما فيش لازم نقول ايه. هي انسانة محترمة، محترمة وموظفة، موظفة يعني، مش ما فيش لازم. يلا. وشكرا على الكلام اللي قلتوه، والله العظيم يعني سمعت كله وسمعوه، ألف شكر على اللي انتو، اللي الدور اللي قمتوا بيه، اللي تشرفوا. اقسم بالله الست بمليون مليون راجل يكون كل الرجالة على عيني وعلى راسي. الرجالة اللي يكون هتبص لحج المرة، مش على كل، لا، هلا هتبص لحج المرة. وانا قلت لكم مش هنقول رأيي، انتوا اللي هتقولوا كل حاجة. ماشي. عشان الناس معروفة والناس كده، وانا عارفاهم وهم عارفيني والكلام ده كله. ماشي. انا قلت رأيي بيني ما بينها. وشكرا وشكرا على اللي برضي. كل واحد ووحدة قالت. أنا نقول الست شوف اللي عملته، مش كل الرجالة واحد على اللي يبص الحج المرة. هي عملت جماعة وسحبت قرض، وكل مشكلتها على المعاليق. نصيحة، نصيحة هنقولها لكل بناتي اللي داخلين في بيوت عيلة، مش في بيوت عيلة مختلطة، لا، يعني كل هو البيت واحد، أدوار فوق بعض، أدوار فوق بعض، أدوار فوق بعض. ماشي. ما فيش لازم يا حبيبتي انه ايه كله يغسل في يوم، لا. بصي، سلفتك الفوق منك يومها ايه، فانت اليوم مهنيها هي، لا ما تنشريش، ما تغسليش. ليه؟ عشان خاطر ما تنقضيش على اللي ايه تحت منيكي. يوم انت عاوزة تغسلي سجاد وبطاطين، اغسلي بالليل، او اغسل العصر ولا في النهار وسايبيه الصفة ونشريه بالليل. بالليل يكون ما فيش غسيل على المعاليق، عشان ما نسببوش كلام حديد الغيرنا، واحنا نسمع كلام ما ينفعش، ما ينفعش. خلينا صح، ولا حيزود منيكي ولا حينقص منيكي، بالعكس. الانسان المحترم نفسه هيعمل يعمل الوضع ده. انا نبص على اللي فوق مني متى غسيلة. انتوا يا حبايبي 4 5
فوق بعض 3. والله نشوفوا امتى مين عليها ايه. انا حنغسل الاثنين، ده حتغسل الثلاث، ده حتغسل الخميس، وهكذا. يوم السجاد لا، السجاد مش هيتعسر في غسالة، فلازم يتصفى تحت في الحمام، وبعدين يطلع ايه اخر الليل يتحط، يكون مفيش لازم للكوتشيات اللي هتتغسل بالفرشة وتتعلق وكده بالخيط بتاعها وتتربط وتتعلق وتنقط على الغسيل. لا ده غلط. حط الكوتشيات في الغسالة الأوتوماتيك. أنا هنحط في الغسالة الأوتوماتيك وتطلع مشطوفة وتمام، ولا فيها مية ولا حاجة، شفتها شفط، بس نخليها تستهوى كده، الهواء يدخلها يعني، الهواء يدخلها، نخليها جو البلكونة يا على ايه، جو السور والحديد هنيها من برا، الحديد من برا وهي جو الحديد. ما نعلقش بالخطان بتاعت الرباط بتاع الكوتشي، ونغسل بالفرشة. لا، ومنا بالفرشة برضه عتسفر البيضة، عتسفر وعطبقة لها زياق مش نظيفة. لا، انت اغسلي في الغسالة وتغسلي، وبرضه وتعلقي على جنب كده. الشنط تتغسل وتتعلق على جنب، تتغسل بالليل تتصفى، وفي النهار تاخد الشمس وتتطهر كده في الشمس، ويبقى ايه صفت ميتها بالليل. دي البناتي اللي داخلين جداد، نراعوا بعضنا، والراعي اللي تحت منينا والراعي واللي فوق منينا يراعينا، فكده عشان الناس تبقى ايه قاعدة يعني في سلام وامان وراحة بال كده يعني. لكن هتشتغلي، لا صدقيني يا حبيبتي هتشتغلي انتي، مش هنقوله اصله كذا ولا كذا ولا تربيت، لا ولا فيش، ده ما دخلش في الكلام ده كله. اللي دخل يبقى جو الواحد حاسس بايه من ناحية الناس دي بنقص. لو مش حاسة بنقص ما تعمليش كده. لا، خليكي حلوة وخليكي جميلة، وكلنا نبقى حلوين وجميلين، والراعي اللي فوق مننا والراعي اللي تحت مننا و... وكده كويس، وربنا يصلح الحال. كل اللي نقولوه وما فيش لازم للتعليق، اللي ما الكلام اللي ملهش لازمة، اللي عاوز يسمعنا، وكل حبايبي سامعيني يسمعنا، واللي مش عاوز يتفضل براحته، ده هو اللي دخل، محدش جبر حد على حاجة. وتنوروني وتشرفوني وفوق راسي من فوق. الله يسعدكم ويسعد أيامكم، اللهم أمين يا رب العالمين. كل الكلام الحلو سمعاه منيكم، ومن ده كله نبذة واحدة، يلا انتوا حتشوفوا التعليق حتقوموا بالواجب. الله يخليكم، ردين غيبتي، واقفين قدام اي مشكلة، قدام الواحد ذات نفسه في الموضوع، عتوقفوا وعتردوا وعتبقوا المحامي والقاضي وكل حاجة. الله يسعدكم ويهنيكم، احلى حاجة واجمل شي في الدنيا. وهي يا حبيبتي لو مش عارفة كده ما تقوليش وتقولي عاوزة نشوف رأي الناس وإيه الرد، عشان ما تندمش على حاجة. برضو كلها الناس واعية، وبقية الناس كلها تشور بعضها، فيش شي مشكلة، ما فيش يعني غلط، لا والله العظيم اللي أنا عنشور وأيشوروني، أقسم بالله حريم جدات اجي تقول لي وتعيد لي، ونقول لها طب يا حجة ما معاكي كذا كذا، تقول لي انت حتقول الصح، لكن بناتي حيقومن ويعيدن ويرطن ويتعركن مع بعض كده حبايبي. وربنا يجعلكم كده دايما في الصالح وفي العمار، انا وانتو كل الحبايب اللي معانا وسمعنا. ماشي ماشي، الموضوع ده خلصنا مني، خلصنا. انا حاجات كتيرة انا مش هنقولها ليه، عشان اللي يقول لي قولي انقول من كل حبايبي، من كل مطرح، من كل مكان، ومن كل بلد. الحمد لله الحمد لله على الناس واثقة فيكم وواثقين فينا، والحمد لله. الله يسعدكم ويهنيكم يا رب. وادي ايه دي وكلنا طيرنا، ايه ده وكل ايه، لا والله العظيم ده الغدا، انا فطرت الصبح بدري، بس عندي ايه شوية عيش، وحسيته برضه جعان عيفتفت، طلعت نيخت للعيش وقلت له تعالى كده كده انت هتحب العيش اكتر من الغلة، ويلا كل ونشوف مصالحنا ونشوف ايه اللي ورانا،
وهنطلع وعشان خاطر الكلام الحلو اللي قلتوه، متشكرين عليه. وهي برضه هتشكر. مفيش لازم نقول التفاصيل، انا اختصرت كل حاجة على فكرة. وخلاص يا ربي يكون دايما في الخير وفي الصلاح وفي الأمان، اللهم أمين. والعمار أهم شي العمار. نوزع المية هنا ونوزع هنا، طبعا يعني زي ما احنا عناكله ونحبوا الحاجة النظيفة. وطيرنا زي طير يعني مشروح وفي نفس. والله يعني يعرف المية لما يكون فيها حتى تومة بالغصب يشربها، حتى فيها بصل يقعد لولا ما يعطش العطشة الواحدة حتى يروح تلاها. والحاجات دي مضاد أنا عم حطها له عشان تقليب الجو دلوقتي في عيا الطيور، فإن إحنا نعمله إيه التحصينات والإسبرين. منيخلة برضه إسبرين وهركتها هركة زينة ودابت وحطها لها في المية. مرة إسبرين ومرة التومة ومرة بصل ونعملوا الحاجات دي. مش هتخسر بس هتفيد.